هتكلم معاك عن ميزه الواتساب الجديده. اتكلمنا الفيديو اللي فات عنها، والفيديو ده هقول لك باختصار الميزه بتتكلم عن ايه او تقدر تعمل بيها ايه، فتابع معايا الفيديو البسيط ده. المهم كده تصلي على النبي في الكومنتات وتركز معايا في اللي انا هقوله لك. انا اجيب لك كده جاهزين علشان ابدا اوريك كده انا هتجسس على موبايل هعمل ايه بالظبط، وهوريك برده لو انت حابب تتجنب التجسس او حد ان هو يتجسس عليك تخرج ازاي او تتابع ازاي اذا كان حد فاتح الواتساب بتاعك ولا لا. فبسرعه كده علشان الفيديو ما يطولش، الموضوع سهل جدا. دلوقتي انت مثلا عندك ابنك حبيت تراقبه، هتعمل ايه؟ باختصار كده هتبدا تجيب الموبايل بتاعه، وهتبدا تجيب الموبايل بتاعك وهقول لك تعمل ايه. ولكن مثلا ده موبايل ابنك، وهنا الموبايل اللي انت عاوز تتجسس منه، فهتبدا كده تدخل على الواتساب اللي انت عاوز تسجل عليه حساب ابنك. ادي هو الواتساب زي ما انت شايف، وهبدا اعمل العربي اكنك بتسجل من اول وجديد، الموافقه المتابعه. وهتبدا بدل ما تكتب الرقم هتعمل ايه؟ هتبدا تعمل بقى الميزه الجديده. هروح على الثلاث نقط اللي على الجنب فوق كده، وهتلاقي بيقول لك ربط بحساب حالي. فانا هبدا اعمل ربط، هيبدا يفتح لي الباركود زي ما انت شايف. انا دلوقتي هروح على الموبايل بتاع ابني، هعمل بيه ايه؟ هبدا ادخل على الواتساب الاساسي بتاعه، تمام بالشكل ده كده. وهتبدا تروح على الثلاث نقط اللي على الجنب، وهتجيب الاجهزه المرتبطه او بالانجلش اللي هو لينكد ديفايس. هنا زي ما انت شايف مفيش اي جهاز مربوط بالواتساب ده، فانا مثلا عاوز اعمل ربط زي ما انت شايف كده. انا بدات اعمل ربط، هبدا اعمل موافق علشان ابدا اسجل كده، وبدات كده اسجل، وبدات كده اصور الباركود. لو تاخد بالك اول ما صورت الباركود هيبدا يجيب لي الواتساب اللي هنا ده، هيفتحه عندي على الموبايل ده. بكده انا فاتح الواتساب بنفس الرقم على جهازين، او ممكن تفتحه على 3 اجهزه او 4 اجهزه زي ما انت عاوز. والميزه دي انا زي ما قلت الفيديو اللي فات، لو انت في شغلك ومعاك موبايل شغلك حابب تتابع من البيت مع العملاء، تبدا ان انت تعمل الخاصيه دي. فدي مفيده جدا، وفي نفس الوقت تزعل ناس كتير لو اي حد خايف ان حد يتجسس عليه. لو انت عاوز بقى تعرف الحساب بتاعك هل حد بيتجسس عليك ولا لا، او هل حد رابط الواتساب بتاعك على جهازه ولا لا، تعمل ايه بكل سهوله؟ تبدا تروح على الواتساب بتاعك الاساسي زي ما انت شايف كده، وهتبدا تروح على الثلاث نقط، وهتروح على الاجهزه المرتبطه اكنك هتربط بجهاز. هنا زي ما انت شايف هتلاقي هنا بيقول لك تحت حاله الجهاز انقر على جهاز لتسجيل الخروج. هنا بيقول لك لو انت عاوز تسجل خروج من الجهاز هتعمل ايه؟ هتبدا تضغط لو لقيت اي جهاز جديد عندك هنا، زي مثلا مكتوب لي هنا اندرويد مثلا، لو فاتح لو الشخص الثاني فاتح من كروم اللي هو خاصيه الويب، هتلاقي كاتب لك كروم مثلا ويب، اي حاجه تلاقيها مختلفه في الصفحه دي، تبدا تعمل ايه؟ تبدا تضغط عليها كده زي ما انت شايف، هيقول لك تسجيل الخروج. بكده انت خرجت من الجهاز ده. لو جينا ندخل على الجهاز ده كده، هذا هو، وهنبدا نروح على الواتساب، ونبدا نروح على الواتساب بالشكل ده كده، هتلاقي بيقول لك ان تم تسجيل خروج، او عاوزك ان انت تسجل من اول وجديد. زي ما انت شايف كده بيقول لك ان تم تسجيل خروجك من الجهاز اللي هو الثاني. ده كده بالنسبه للميزه انا حبيت اتكلم عنها. يعني انا كنت عامل الفيديو اللي فات بتكلم عنها بس ما قلتش تتجنب الميزه ازاي او تعمل ايه علشان تاخد بالك من الميزه دي او تخرج منها ازاي. حبيت الفيديو ده اتكلم بقى عن الاثنين في فيديو واحد، اللي هو تكون عارف الميزه ممكن تستخدمها زي ما قلت لك، حابب تراقب ابنك تتابع شغلك، ممكن تستخدمها في حاجه كويسه قوي. ممكن تاخد بالك برده لو حد بيتجسس عليك على الواتساب تبدا تدخل على اجهزه مرتبطه. فهبدا اختم الفيديو لان الكاميرا فصلت، فبعتذر لكم طبعا. هبدا اختم كده الفيديو، احنا يعتبر كده خلصنا كل حاجه. ده كان فيديو النهارده، اتمنى بالله عليك لو عجبك ما تنساش تعمل اشتراك بالقناه، تفعل زر الاشعارات علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.